بقى هعمل معاكم أكلة السمك من الألف للياء، شاملة شوربة السيفود والسمك السنجاري والجمبري المقلي والفيليه المقلي، وبرضو عندنا أنواع سمك. يلا بينا ندخل على الفيديو وأعرفكم على حاجة حاجة. معانا أول حاجة هنا ده الجمبري ده جامبو. ده بعد التنظيف بتاعه انا جايباه متنضف مخلي كده علشان يسهل عليا الموضوع. برضو انا محبش اتعب نفسي في يوم السمك ده، لان يعني بعمل زي ما بقول لكم اصناف كتير، فمش ناقص ان انا اجيب كمان وانا انضف بنفسي. ده كده السمك، قصدي ده الجمبري. طبعا اسعار كل حاجه انتوا عارفينها، يعني بلاش اقول اسعار عشان ما تتصدموش يعني. وده سمك اسمه سمك سردين، ده حلو قوي لما بيتعمل صينيه بليمون، هعمله معاكم برضو. وعندنا ده طبعا دي الكابوريا. ركزي ان وانتي بتجيبيها تجيبيها كده النوع ده. ده اسمه نوع نيتي ولا مش عارفه ايه، انضف نوع يعني واحلى نوع. والحجم يكون كبير طبعا عشان يبقى فيها لحم كتير وتعرفي تاكلي حاجه، يعني تاكلي كابوريا. وكل ما بتبقى صغيره طبعا اللحم فيها بيبقى كميته اقل. وده جايبه جمبري بس الحجم الاصغر من الجامبو شويه. جايباه كبير شويه لان انا بحبه في الشوربه يبقى كده، ما بحبش الصغنن خالص ده. ده بيبقى ليه طعم وبتاكلي الشوربه كده فعلا كأنك بتاكلي جمبري. اوكي. و... وده اسمه فيليه قشر بياض، زي ما انت شايفه ما شاء الله. هو دي قطعت تقريبا كيلو او كيلو الا 50 حاجه زي كده. هي كبيره متنيه جوه الطبق. والصراحه ده انضف محل انا بجيب منه سمك. هو بيبقى عامل حاجه كده وتنظيفه، يعني انا يا دوبك شطفته بميه بس، ما لقيتش جوه السمك اي حاجه. وده الفيليه زي ما بقول لكم قشر بياض، حلو قوي يا بنات في شوربه السي فود. هنعمله برضو دلوقتي مع بعض، وطبعا هاخد نص للشوربه ونص هقليه للولاد، بيحبوه طبعا ان هو ما بيبقاش فيه شوك وكده، بيبقى سهل عليهم في الاكل. اوكي. ومعانا هنا ده السمك البربوني، جايبه منه كميه صغيره لان جوزي بس اللي بياكل منه. السمك ده يا بنات هو بيحبه، انا الصراحه يعني انا بحبه برضو بس ماليش تقول عليه قوي. السمك ده الميزه اللي فيه ان هو وهو في البحر بيتغذى على الجمبري. اكل السمك ده عباره عن جمبري، ما بياكلش اي حاجه غير الجمبري. فلذلك وانتي بتاكليه حتى تلاقوا لونه برتقاني كده زي لون الجمبري. اوكي. وزي ما انتم شايفينه برضو جايباه متنضف يا دوبك هشطفه بس بميه قبل ما اخلله خلاص. وده برضو هقليه، بيبقى حلو قوي في المقلي. ده ما ينفعش معاه اي طريقه تانية، ما ينفعش في صينيه مثلا، مش هيبقى ليه طعم يعني، انتوا فاهمين. ومعانا هنا البولتي طبعا كل الناس عارفاه. البولتي دوت جايباه متنضف. بس الحاجه اللي عايزه انوه ليها وانتي بتجيبي السمك، بصي لازم الخياشيم بتاعته، هو شايل لي خياشيم طبعا بس كانت من هنا لونها احمر، لما تلاقيها لونها غامق او اسود يبقى السمك دوت مش طازه. بصي ما شاء الله من جوه، بصي نضيفه وفله ازاي. برضو هشطفها تاني بالميه، انا جبتها، انا طلعت الحاجه من الشنطه وقلت اصور قبل ما اشطف الحاجه. اوكي. وده الصبيط، انا جاي هو بيقطعه كده وبيحطه في الاكياس دي، في الاطباق دي. حلو قوي للشوربه، ده بيبقى تحفه في الشوربه. وبرده بيبقى تحفه وهو مقلي بس بيشد شويه. انا في الشوربه في تكايه كده بعملها تاكليه كانك بتاكلي سمك فيليه بالظبط. يعني الناس اللي بتحبوا تشربوا في الشوربه ويبقى يعني طري كده وحلو في الاكل. انا هوريك ازاي توصلي لقوام السمك الفيليه وهو في الشوربه، تاكليه كأن انت تحسي بس بطعم الصبيط، ما تلاقيش حاجه بتشد معاكي. اوكي. وده برضو معانا هنا السمك البوري. ده يا بنات وانت بتجيبيه طبعا بتوع الاسماك بيبقوا عارفين الشغلانه دي كويس، بس انت لازم تاكدي عليه. افتحولي كده، طالما هتعمليه في صينيه سنجاري لازم يفتحوا من الظهر، لانه لو فتحوا من هنا ده هيتحروق ومش هنستفاد بيه. فليه لا، طبعا هنحط الحشوه بتاعتنا هنا. وده برضو زيهم هي لسه هيتشطف، بس انا حبيت اوريكم بس ان هو عامله ازاي منضفه حلو ازاي برضو. وده لسه هي يعني وانتي بتقولي له قولي له افتحوا لي كده. بس ده السمك هنعمله سنجاري مع بعض. وطبعا شوربة السفود بتاعتنا ليها حاجات كده معينة. ده قشر الجمبري بتاعي، قلت له حطوهولي لان انا هعمل بيه الشوربة. من غير قشر الجمبري انسي ان انت تطلعي شوربة سيفود مذاقها مية مية. هو قشر الجمبري ويا سلام بقى لو راس سمك بربوني كمان، يعني ممكن اخد راسين كده ولا حاجة واحطهم مع قشر السمك ده في الشوربة الاولانية. يلا مش عشان ما اطولش عليكم ندخل على الفيديو على طول.
بعيدا بقى عن ان الموضوع بيبقى مرهق شويه ومتعب، بس قد ايه بيسهل عليكي بعد كده في اللي جاي. يعني بتحسي ان كل حاجه جاهزه وكل حاجه جنبك، ويا دوبك انت هتخلطي المكونات بس على بعض بطريقه معينه. تابعي بقى معايا الفيديو على الاخر علشان هيعجبك قوي. وطرق الاكل، اكل السمك معايا غير اي اكله سمك ممكن تكوني كلتيها او جربتيها في حياتك. اول حاجه هنا معانا السلايس ليمون ده علشان هنزين بيه السنجاري. وطبعا في تحت اهو انصاص ليمون علشان هنعصره على الخلطه. ومعانا هنا ده توم مهروس، انا هرساه نص هرسه لان هرسه تاني مع الفلفل الشطه وبقيه التوابل. ومعانا هنا جزر مبشور بيدي للاكله طعم تحفه جدا. ومعانا هنا فلفل شطه حراق، طبعا لو عندك اطفال تكوني حريصه في اضافته. ومعانا هنا دولت، خلي دول للاخر. معانا هنا بقى الفلفل الالوان اصفر واحمر. انا البصل مقطعينه مكعبات صغيره علشان ما يبقاش طعمه باين. وكده كده احنا هندي للخضار بتاعنا بلانشيه. بلانشيه اللي مش فاهم يعني ايه بلانشيه دي بلغه الشيفات، يعني تديله تشويحه. ومعانا هنا الطماطم مكعبات زي ما انتم شايفين في اخر طبق ده. والطبق ده بقى اللي هنرصه تحت صينيه السمك اللي بالليمون وتحت السنجار علشان ما يلزقش معانا، والخضار ينزل ميته ويحميه ان هو يلزق في ورقه الفويل او في الصينيه لو كنتي ما عندكيش ورق فويل وهتعمليه في الصينيه. تقومي مقطعه كده بصل سلايس وطماطم سلايس، لو عندك فلفل رومي قطعي برضو سلايس بيدي طعم حلو جدا. وتحطيهم تحت السمك بتاعك. هنبتدي بقى نشوف هنعمل ايه. معانا هنا التوابل، معانا هنا شطة طبعا، ومعانا كمون سمك يعني كمون على طول. وكزبرة ناشفة. واللي في البولة الصغنونة دي توابل سمك حلوة جدا يا بنات، هتلاقيها عند العطار بتدي مذاق تحفة للسمك. ومعانا هنا توم باودر علشان برضو ندعم طعم التوم معانا، ما هو سمك يعني توم. اضافة البصل دي يعني جديدة ان احنا نضيف بصل، بس لا، السنجاري لازم له بصل، سواء بصل احمر او بصل اخضر اللي انت بتحبيه طعمه حطيه. بس فعلا البصل بيدي طعم حلو قوي مسكر جدا للسنجاري، جربيه بالطريقة بتاعتي مش هتندمي ابدا. نركز بقى مع بعض في الخلطة بتاعتنا اللي هتفضل معانا طول الحلقة. هي عبارة عن التوم حطيناه مع الفلفل الشطة، ومعاه الكزبرة والكمون والملح والتوم البودر وتوابل السمك. هقولهم تاني: توم وتوم باودر وكمون وكزبرة وتوابل السمك والفلفل الشطة. هتبتدي وعليهم الملح، هتبتدي تدوقهم كويس جدا جدا مع بعض لغاية ما ينعموا معاكي. نبتدي لان بقى هي نجيب دي بولة عندنا هنا فاضية ونحط فيها حاجة الشوربة. حطينا هنا اهو الصبيط، قطعته الحته اللي لقيتها كبيره قطعتها. والفيليه لازم تقطعيه مكعبات كبيره كده علشان ما يتهريش في الشوربه. عايزه اوريكم اهو زي كده، مش مقطعه مكعبات صغيره ولا حاجه، مكعبات وسط كده. اوكي، علشان ما تتهريش في الشوربه بتاعتنا. هنجيب بقى جزء كده من التتبيله بتاعتنا القمر دي اهو كده، يعني مش هنكتر عشان الفيليه والجمبري والحاجات دي من الحاجات اللي بتشرب التتبيله بسهوله جدا. نبتدي بقى كده ايه بايدك كده تدعكيهم في بعض. اوكي، وتركيني بقى الطبق ده على جنب خالص كده. هنبقى هوريكم برضو هنعمل بقى الشوربه ازاي. انا بس بوريكم انا بتبله ازاي كده. تبله كويس جدا جدا، التتبيله تبقى جايه في الجمبري وفي الصبيط وفي السمك الفيليه. طبعا الكابوريا ما بتتبلش، الكابوريا بتتسلق على طول، هوريكم برضو وانا بسلقها. نركن بقى الطبق ده كده على جنب. اوكي، ونجيب بقى الحلويات بتاعتنا دي. انا غسلتهم بقى كلهم كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. جبت بقى السمك كله غسلته كويس جدا بميه جاريه وعصرت عليه ليمون برضو علشان اطمن ان هو تمام. جبت بقى طبق كبير كده وابتديت احط فيه الاسماك اللي هقليها. ده اول حاجه السمك البربوني، حطيت عليه الخلطه. هعيد معاكم الخلطه تاني علشان اللي مش مركز في الفيديو. جبنا الثوم المهروس وعليه الكمون والكزبره والثوم باودر وتوابل السمك، وكمان عليهم الفلفل الشطه، وعصرت عليهم نص عصره ليمون او عصره ليمونه كامله. هبتدي بقى احط كل حاجه هتتقلي في البوله دي كده واتبلهم كويس جدا. وبعد ما اتبلهم هغطيها، وبعد كده هحطها في التلاجة لغاية ما اخلص كل الصواني بتاعتي واعمل الرز. وابتدي بقى اقلي، خلي القلي دايما يكون اخر حاجة عشان الحاجة تبقى سخنة معاكي وجميلة كده على الاكل. يبقى كده خلصنا حاجة شوربة السي فود والحاجات اللي هتتقلي. فاضل عندنا
البولتي كمان اللي هيتقلي هحطه في طبق لوحده عشان الكمية مش هتقضي في الطبق التاني. تبتدي اهم حاجة في البولتي علشان يبقى متشرب معاكي التتبيلة كلها، لازم تكوني مشرحاه كده من الجنبين، بحيث ان انتي برضو لازم تحطي تتبيلة في الفتحات دي. هتلاقي كل قطعة في السمك وانتي بتاكليها متطعمة ومتبهرة وطعمها جميل كده. هبتدي اعمل الخطوة دي في كل السمكات اللي عندي، و واسيبه برضو اركنه جنب على جنب او في التلاجة مع الحاجة اللي هتتقلي. تبتدي بقى تجيبي طبعا في مرحلة القلي هوريكي برضو هقلي ازاي. اهم حاجة في القلي يا بنات ان وانتي بعد ما بتبدري الحاجة تنفضيها كويس، ويكون القلي في زيت غميق علشان الحاجة تبقى كريسبي كده. وبرضه هوريكي انا بحط ايه على الدقيق بتاع السمك عندي علشان يطلع مقرمش وطعمه جميل كده وبرضه متبهر. هنا بقى خلصنا كده البولتي وخلصنا الاسماك كده، خلصنا كل الاسماك اللي هتتقلي خلاص، البولتي والبربوني والبوري والجمبري وقشر البياض الفيليه، وحاجة الشوربة بتاعت السيفود برضو تبلناها وركناها. نجيب بقى صينية كده ونحط فيها سلايس ليمون وسلايس بصل، وكمان لو عندك عيدان البقدونس والكزبرة دي بتدي طعم وريحة حلوة قوي للصينية. تبتدي تتبليه كده تتبيلة بسيطة من الخلطة بتاعتك، لان احنا كمان هنحط عليه من فوق الوش نفس خلطة السنجاري، فهيبقى متدعم من كل حتة يعني ما شاء الله. فعلا الصينية كان يعني ريحتها جايبة اخر الشارع والله، وطعمها كان تحفة وعجب كل اللي كلها. وكمان السمك ده يا بنات من لما بيتخلل بيبقى تحفة جدا في التخليل. عايزة مرة ابقى اخلله واوريكم انا بخلله ازاي ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. وتبتدي بقى تعصري عليه ليمون، اوعي تحطي قشر ليمون عليه وهو بيستوي لان القشر بيمرر. هنجيب بقى هنا الخضرة بتاعتنا اللي هي الكزبرة والبقدونس. انا نسيت اقولها لكم في بداية الخضار بس كنت معلش معذرة يعني. وحطينا بقى هنا الفلفل الالوان، وعليه البصل المكعبات، وعليه الطماطم، وعليه الفلفل الشطة، وهنا الجزر المبشور. دي كده خلطة السنجاري، هناخدها زي ما قلت لكم هناخدها بلانشيه. بتديها طعم بلانشيه يا بنات، يعني تشويحة على البوتاجاز. ونبتدي نحط معلقة خلطة بسيطة كده وندعكم كويس جدا مع بعض عشان الخضار بتاعك يتبل ويبقى مملح كده وحلو وانتي بتحطيه. انا خدت منه كده جزء صغير على السمك السردين كده. الصينية بتاعتي دي كده مية مية وخلصت. شايفين جمال الالوان ومزيكا اقسم بالله تحفة. نبتدي نعمل التوبينج بتاع الشرب. بصوا يا بنات بقى، عقبال ما نجهز الليله بتاعتنا دي هنجيب حله فاضيه نحط فيها الكابوريا بتاعتنا. طبعا الكابوريا تكون مغسوله كويس جدا. بصوا الجزء ده كده بيبقى فيه خياشيم كده لازم تتشال، وطبعا تغسليها كويس جدا، تعصري عليها عصره ليمونه عشان تبقى متاكده انها نظيفه. هنجيب ايه تاني يا بوسي؟ ثانيه واحده. هنجيب معانا هنا قشر الجمبري، طبعا هو مغسول كويس جدا عشان هو ده التوبينج اللي هنعمل بيه الشوربه بتاعتنا، يعني زي شوربه كده. بناخد الميه بتاعتها، ميه الجمبري يا بنات يا نهار ابيض حاجه كده تحفه تحفه تحفه. هحط عليها ايه يا بوسي؟ طيب هحط عليها بصل، ماشي، بصل كده يديها طعم عسل. هتحطي عليها ايه تاني يا بوسي؟ حط عليها حبه قوطه. يا نهار ابيض، احنا طبعا كل ده هنعصره، احنا كل اللي هننتشله من الشوربه دولت هننتشلهم، وبعد كده كل ده هيترمي، بس بيطلع لك طعم يعني تحفه تحفه. لا تقولي لي طقطق ولا اي حاجه ممكن تكوني دقتيها قبل كده. اوكي، طبعا هنحط ملح وهنحط ده اللي هو التوم باودر، ولازم كمون. اوكي، هنحط الكمون والكزبره كمان، والاكيد بتاعنا الملح. تمام، لازم طعام الشوربه. الكمون راح فين؟ تحطي الكمون بتاعك، ماشي. هنبتدي بقى نملى الحله دي ميه وارجع لكم تاني. هنحطها على النار، انا هملاها ميه واحطها على النار، مش هعمل اي حاجه تاني. هوريكم بقى بعد ما تبقى الحاجات دي كده لونها اورنج كده وتنزل الشوربه اللذيذه بتاعتها. جينا بقى على البوتاجاز هنا، يا رب يكون الصوت واضح ليكم واللون واضح ليكم، يعني سيبنا من الصوت نيجي للون.
شايفين الحلاوة والجمال، يعني مزيكا اقسم بالله. والريحة بقى، ريحة التوابل والبهارات اللي احنا حطيناها عليها. يبقى دي عبارة عن ايه؟ فلفل اصفر، فلفل احمر، فلفل اخضر، طماطم، بصل، جزر، حطينا ملح، حطينا كمون، حطينا توابل سمك، حطينا كزبرة ناشفة. هنديها بس تشويحة بسيطة، مش هنعمل يعني مش هنخليها تدبل. اوعي تدبليها تضيعي طعمها، احنا بس بلانشيه كده خفيف، تشويحة خفيفة تدينا الطعم والريحة بتاعت الحاجة، عصارة الحاجة دي تنزل منها. وطي العين شوية. بس كده انا وطيتها بس، يعني بالظبط 3 دقايق وهشيلها، مش هسيبها حتى تكمل 5. دي يا بنات الطريقة المعتمدة في المطاعم، ما بيعملوش الخضار ني كده ويحطوه على السمكة، لا لا لا، بيدوله بلانشيه الاول، بعد كده نبتدي نضيفه للسمك بتاعنا. دوقي بقى السمك بالطريقة دي وانسي اي طريقة سنجاري جربتيها قبل كده، حقيقي بجد هتدعيلي جدا جدا. انا كان نفسي اعمل ده فيديو منفصل بعيد عن اي حاجة، بس نصيبكم بقى يجي كله كده مرة واحدة. بعد بقى ما خدنا الخضار بتاعنا بلانشيه، بلغة الشيفات، يعني اللي مش فاهمين يعني ايه بلانشيه يعني تشويحة بسيطة كده على النار. وبعد ما خدناه نجيب بقى السمك السنجاري بتاعنا، نجيبي ورقة الفويل تتنيها نصين، وبرضو زيادة التأكيد علشان انا بخاف من الورق الفويل الصراحة، مش بحبذه قوي في الاكل. حطيت سلايس ليمون، سلايس بصل، وسلايس طماطم، و العيدان بتاعت الكزبرة والبقدونس بتوعي. حطيت السمكة بتاعتي وابتديت حطيت لها تتبيلة بسيطة كده، دعكتها بيها. وبعد كده عملت ورق الفويل بتاعي على هيئة مركب زي ما انتوا شايفين. بس اهم حاجة تتأكدي ان الخلطة دي تغمق، يعني فيها كلها من كل حتة. وادي الخضار بتاعنا بعد ما ادينا له بلانشيه خفيف كده، نبتدي بقى نحطها في السمكة بتاعتنا زي ما بقول لكم، يعني تشويحة بسيطة، بلانشيه يعني تشويحة بسيطة. وتبتدي بقى تحطيه في الصواني بتاعتك على السنجاري، هتدوقي طعم. لسه كمان هنعمله توبينج تاني علشان وهو في الفرن ساعات بينشف من الناس، ساعات انتي عايزاه يبقى طري جوسي خالص كده. التوبينج اللي هنعمله ونرشه عليه ده حاجة هتنقله في حتة تانية خالص، حتى لو بعد الشر نشف منك. التوبينج ده اللي انتي هتعمليه معايا دلوقتي ده، هتجيبي بقى المطحنة بتاعتك كده وتحطي فيها البصل والثوم والقوطة والفلفل الحراق، وعليهم شطة. كتري شطة طالما محدش، لو في اطفال مش هتاكل. وده كان القوام بتاعها بعد ما تضربه كويس، وتحطي عليه عصرة ليمون، وكمان زيت ذرة او زيت عباد، الزيت اللي عندك، بس يكون زيت نضيف يعني علشان طعمه يبقى حلو في الاكل. وتبتدي تحطي كده بعد ما السمك بتاعك يستوي تماما، تبتدي تحطي على السمك اللي هو التوبينج اللي انت عملتيه ده قد ايه بينقل السمك السنجاري في حته تانية خالص. نيجي بقى للدقيق بتاعنا اللي هنبدر بيه الحاجه. معانا دقيق ونشا وبيكنج باودر وملح وكركم وتوابل سمك. اهم حاجه البيكنج باودر والنشا، هما دول الحاجتين اللي بيخلوا السمك بتاعك مقرمش، حتى لو بعد ما قليتيه سبتيه فتره ما بيطرش ابدا. ونبتدي بقى نحط كل الاسماك بتاعتنا اللي هتتقلي، البربوني والفيليه والجمبري، وتقليهم طبعا في زيت غزير. دي خطوه يعني سهله، يعني ما حبيتش اصورها. وكان الاكل معانا بالشكل التحفه اللي انتوا شايفينه ده. قد ايه الحاجه المقليه لونها ذهبي وتحفه، وكمان السمك السنجاري طعمه كان تحفه، وكل حاجه كانت جميله الصراحه. انا بس علشان انا لما لقيت مدة الفيديو هتبقى طويلة عليكم، عملت شوربة السي فود في فيديو منفصل، فلو عايزين الطريقة برضو اكدوا عليا في التعليقات. اشوفكم على خير.